جواب حب حقيقي من الستينات. حبيبي سونسون، إلى أملي وحياتي وإلى الذي امتلك قلبي وفؤادي تحية قلبية وبعد. إليك يا مثال الأخلاق والحب والإخلاص، سأظل وأفضل على حبي وإياك كل ما في الآمال من حب النفس، حسن الأخلاق ناطق بيها لساني، يا أسعد إنسان لدي في الوجود، يا حبي الأول والأخير، إلى الذي لن أنساه أبدا، لم أحب بعده ولا حبيت قبله، حب من صميم قلبي مثله حبه وطيفه سبقني في كل مكان، بغير عليك من الهوى لأني لا أريد أي أحد يشاركني في حبك وتكون ليا لوحدي، والذي لن أستغنى عنك دقيقة واحدة بل لحظة واحدة التي ملأتها إلى بهجة في الحياة، وسأظل أحبك إلى الأبد. وحشتني موت موت ونفسي أشوفك. تصور كنت منتظرة خطابك بقالي 3 أيام، وكل ما تيجي صبرة من الشغل أفتح الشراعة وأقول لها 7 ولا ضبع، تقوم تقولي ضبع، أقول لها ما انتيش داخلة. ساعة ما جابت الخطاب أخدته وأنا الفرحة ما كانتش سايعاني، وفضلت أبوس في الخطاب ساعة. وحضر خطابك وإحنا كنا في فترة الغدا، وكان الغدا سمك 870 قرش الكيلو، إحنا ناس هاي، وكان عندنا عنب وخوخ وبرقوق. وسبت كل ده وقمت عشان أقرأ خطابك العزيز، وتمن البامية كان 5 ساغ، وتمن الطماطم 5 ساغ، ومن جهة سفر ثروت إن شاء الله سيكون في أول الشهر. وعرفني إيه الحاجات الحلوة اللي عندك. على العموم إذا عملت أي حاجة توتو هيجي يقولي. طمني عن النتيجة ظهرت ولا لأ. أما عن الأطباق البلاستيك إذا كنت تقدر اشتري منهم، وليك ألف شكر. وانت لم تخبرني في خطابك هتحضر في نص الشهر ولا لأ؟ 26/7/1966.